ما تلقوا عند النهاري إلا المفاجآت. انظروا والجمال. أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اديت لكم اليوم فكرة تخلي سيارتك جديد، تخلي الكراسي جديد واللون الذي تشتيه. تمام؟ شاهد اقلب الكلمة. لاحظوا يا خبرة، ولا ما حد يدري، أزقم التلفون باليد اليسار واليمين ترش، وما ادري بصير الشاشة انقدي سواء ولا بصير الرنج ولا بصير البقعة دي انا رشا حنبات. والله حنبات. لاحظوا هذه الصبغة أول ما ترشها تنشف سريع. وتخيل لكم إنه رنج من حق البيوت هيقع زي المطيط ما هذاك. هيقع زي الشلك. نطل التلفون الله يسيله. لاحظوا كملت. لا يقول لكم عقولكم انه يمسك ايديكم لا يشوفها. ها انا بس لو بالكاميرا مقنبرة ثابتة ما شاء الله ما في شيء على طول ينشف سريع. الرنج هذا هو مخصوص تبغوا تصيروا تفعلوا من حق البيت. اعرفوا الفكرة حق المنازل عندي بشرط ما مش مع الناس كلهم مثل الفكرة هذول. هذاك زي الصمغ ما يسمع. انا السارق ما هنا سمعت يا سيدي عيدي هذا الرنج مختلف. اول ما ترش ينشف طوالي. شوفوا على جبال. ودي لكم حاجة الا من بيتنا. تحياتي لكم. بسر 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 بسر. شوفوا يا اصدقائي كملت علي الصبغة. هي ما بكم بالله 2000 جرينا بها واحدة. كمبرنا نخلطها ونسبرها. شوفوها ما يمسكش ولا قصتكم هذه ورقة بيضاء بشوف ولا يطلع ابدا مباشرة بعد الرش طوالي اجلس وسوق ورحلك. لا بقدري جريت لي هتيك العلبة كملت عد كم باقي فواصل وباقي الكراسي الباقيات. سمعت يا سيدي عيني اللون الذي تشتي بيه احمر ما اشتيت. اعتبر حقي من بيتنا. تحياتي لكم يا احباب قلبي. من عندي ما ادي لكم شنا من حق السوق ابدا. من عندي مياو.